مؤامرة كونية على الأهلي، مؤامرة كونية على الأهلي. حاجة كده، بص، كل الناس بتتفق، كل الفرق بتتفق على الأهلي بسبب علشان ما طبعا ما يجيش قدام تاني. بياخدوا منه رامي ربيعة، بياخدوا منه أكرم توفيق، بيخلوه ما يجددش لعلي معلول، بيخلوه ما يجددش لعمرو السولية، بيخلوه يمشي كل اللعيبة علشان ما يقفش على رجله وعلى حيله تاني. الأهلي كده نقدر نطلع نقول نفس الكلام اللي انتوا بتقولوه. عروض على لإمام عاشور، عروض لزيزو اللي لسه ما نزلش الملعب، عروض لأسامة أبو علي، باعتين عروض لكل الفرق. نعمل ايه طب يا جدعان كده؟ العروض دي في مؤامرة. اشمعنى اللعيبة دي اللي بتجيلها عروض؟ اشمعنى؟ قولوا لي بقى، اشمعنى اللعيبة دي مؤامرة كونية على الأهلي. المفروض دي مؤامرة كونية، المفروض نشوف حل الموضوع ده. الحقنا يا كابتن بيبو، الحقنا يا خطيب اتحاد الكورة، الحقونا. وزير الرياضة، وزير الشباب والرياضة، الحقنا. دي مؤامرة كونية. بايخ الفيديو مني صح؟ بايخ ها؟ ما عجبكوش، مش هيعجبكم كزملكاوية، مش هيعجبكم. بس سهل ان انت تطلع تقول نفس الكلام، سهل ان احنا نطلع نقول نفس الكلام، نفس العروض. اشمعنى لعيبة الاهلي اللي بيجي لها عروض؟ اشمعنى؟ عشان تألقوا. مش ذنبي، عادي. انت عندك لما بيجي لك لعيب بيتألق بيجي له عروض. احنا عندنا لما لعيب بيجي له عروض لما بيتألق بيجي له عروض عادي. وسام بيتألق جاله عروض. امام عاشور مكسر الدنيا بسم الله ما شاء الله، يعني ربنا يكفيه الشر والاصابات. مكسر الدنيا، جاله عروض بارقام خرافيه. اكرم توفيق عقده خلص، ما جددش مع الاهلي لان الاهلي ما عرضش المبلغ الاعلى. رامي ربيعه ما جددش مع الاهلي لانه ما عرضش المبلغ الاعلى. وانا هنا بقى برضو معاكم هقول للاهلي انت غلطان يا اهلي، انت غلطان. انت كده مش بتقدر. اشمعنى لما اللعيب بتاعك اللعيب بتجيبه من بره بتدفع له كتير، ولما اللعيب عندك بيطلب وعقده بيخلص انت اللي بتسمح لان هو عقده يخلص ويبقى فاضل فيه 6 شهور وتقول ده ابننا ومش هيجدد وهيجدد وهيعمل وهيسوي؟ لا، مفيش. بقاش في الكوره ابننا وابن الناس، بقت كلها واحده. عشان تبقى معاه، انا مع رمضان صبحي في اللي عمله، انا مع اكرم توفيق في اللي عمله، انا مع رامي ربيعه في اللي عمله. رامي ربيعه ده في يوم من الايام انت كنت هتمشيه توديه الاسماعيلي، كان هياخد له 3 جنيه وربع. لما رجع واتألق وربنا كرمه، عرف ان هو ياخد قرش. فهو من واحد كان ممكن يبقى مش لاقي فلوس معاه لواحد ربنا كرمه. فهي دي فرصة، والحياة فرص. لما اخد 50 مليون جنيه ولا لما اروح الاسماعيلي اخد 1,000,000 جنيه ومش هاخدها؟ الحياة فرص، ولازم الواحد يغتنمها. هي دي كده. انا ضد الاهلي في الحتة دي بصراحة، ولازم انتقد الاهلي في الحتة دي. ان انت ابنك لازم تقدره برضه، لازم تقدره بفلوس. ايوه، انت اللي بتعمل مشاكل لنفسك في حاجة زي كده. ان انت بتسيبه، مش هقول لك غير ان انت بتسيبه لاخر سنه ليه وبعد كده تقول ده ابننا وهيجدد، ده كابتن الفرقه وهيجدد، ده اكرم توفيق مفيش اكتر من اهلاويته لا، انت ما تسيبش سنه كامله، ما تسيبوش لاخر سنه. لا، انت بتجدد عقد زي ما انت المفروض تجدد عقد امام عاشور من دلوقتي، عشان انت لو سبته للسنه الجايه هيجي يعمل فيك اكتر من اللي انت بتعمله. ده اللي انا بقوله وبقوله لك من دلوقتي وبنبهك. امام عاشور هيعمل معاك كده، غيره برضه هيعمل كده. مفيش حد دلوقتي بقى ابن النادي، مفيش حد في دلوقتي بقى زمن الفلوس، مفيش زمن الانتماء. دي حقيقة، والمفروض الواحد تبقى واضحة. مفيش انتماء. بتلعب وبتخلص للفريق اللي انت بتلعب له، ايا كان بقى اهلي زمالك بيراميدز، بتخلص له ومش هتأثر في لقمة عيشك ولا في اكل عيشك. بس في نفس الوقت انت لا قدر الله لو حصلت لك اصابة
ما هيبطل كورة، لو حصلت له إصابة هيبطل كورة، لو حصلت له حاجة لا قدر الله كده، مين هينفعه غير إن يبقى معاه فلوس تسنده، بدل ما ينزل يشحت من اتحاد الكورة، يشحت من النادي، يشحت فما مش منظر ولا شكل، ولا هو في حد بيقبل إن هو يشحت من حد فلوس. ف ده اجتهاده، ربنا كرمه في الفترة دي عشان يسبب له النادي الفلاني ده يعرض عليه عرض كويس. هو في فترة من فترات رامي ربيعة دوا كان واحد العرض بتاعه قليل، الفلوس بتاعته او هو بيقدم مردود قليل، فكان هيروح الاسماعيلي، كان هيروح نادي مع احترامي للاسماعيلي بتاريخه، بس في الاخر الاسماعيلي كان هيديله ايه، مليون 2 مليون، وما كانش هياخدهم، كانت نص الفلوس دي هتبقى بتروح عليه، في حين دلوقتي ان هو جايله 50 60 مليون جنيه، ما خدهمش ليه؟ انت دلوقتي المفروض تقدر الناس دي، وفي نفس الوقت ما تغلطش الغلطة، لو انت عايز تحكمها ما تغلطش، كل واحد في عقده سنتين، هيجدد تمام، مش هيجدد يتباع، ده المفروض اللي يحصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.